النهارده يا جماعه عزومه العيله وقررنا نعمل سمك، بس قلت طبعا الجمبري لازم اعمله انا، اعمله بمزاج كده عالي. بصوا الجمبريه ما شاء الله عامله ازاي، خطيره. اول حاجه هبتدي بيها دايما طبعا المقلي عشان ياخد وقت في التتبيله. هتبل دلوقتي الجمبري المقلي بتاعي، محتاج طبعا توم وليمون وفلفل رومي وفلفل احمر، ده بيسكر التتبيله جدا. مرات سمك اقول لكم عليها ومستردة. يلا بينا. الجمبري عندي هنا قشرته، انا اللي مقشراه راس وديل. لو انتوا مش هتعرفوا تقشروه كده عادي جدا، بتروحوا للراجل السماك تقولوا له قشره لي راس وديل. اول بقى شويه توم حلوين كده. التتبيله دي على فكره ممكن تقعد معاكم بالشهر في التلاجة وبتكون خطيره. كل ما تيجوا تعملوا سي فود تروحوا مطلعين من التتبيله على طول، بس تكون في الرف الاولاني. بصوا حطيت شويه توم حلوين كده. قطع التتبيله كام فلفلايه حمراء وخضراء. عايزين بقى رومي حامي براحتكم، بس انا بحب احط الاثنين رومي وحامي. بعدين بقى هنزل بهارات السمك، عامله ميكس خطير يا جماعه. لو تشموا الريحه خطيره ازاي، تحفه تحفه تحفه. بحط بهارات سمك كتير كتير كتير، بتجيبوها عادي من عند العطار يعني. وهحط بقى مستردة على حسب الكميه اللي انتوا بتعملوها. هحط مستردة، بس انا عشان عامله كميه كبيره هحط العلبه كلها. المستردة بقى تديكم لون خطير في السي فود وهتديكم طعم مسكر كده. بحب احطها جدا في السي فود، في التشيكن، الحاجات المقليه بجد بتفرق جدا فيها. واخر حاجه بقى عصير شويه ليمون حلوين كده. بصوا عصير بقى شويه ليمون حلوين، كميه يعني. نزل شويه خل، بيخلي السي فود مقرمش وخطير وبيديله طعم حلو قوي. بحط ملح بسيط عشان التتبيله اصلا بتاعت السمك فيها ملح. واضرب بقى الكلام ده كله مع بعض. بصوا بقى كده لما خلصت، بكون عايزه القوام بتاعها يكون خفيف كده. وكده التتبيله جاهزه معايا. احط بقى الجمبري في الخله، بدخله كده من اول الجمبريه وبفضل حاسه بيه خله كده لحد ما اوصل لحد الاخر الجمبريه كده كده بالظبط. خليها في نص الخله. اخش من بق الجمبري كده بالخله وبفضل اتحرك 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 وانا حاسه بالخله كده لحد ما اوصل للاخر. وبس كده، سهله قوي. ممكن تقولوا للراجل السماك يعملها لكم كده. ادي الجمبري بقى شطه سريعه كده، وبعدين صفيته من الميه كده قبل ما اتبله، وبعدين بقى انزل عليه بالتتبيله. ان كل جمبريه لازم تكون متبله كويس جدا جدا بالتتبيله الخطيره دي. نفسي يا جماعه تشموا ريحتها بجد خطيره ازاي، فظيعه. هسيبه بقى في التتبيله الخطيره دي لمده ساعه. شايفين جمال التتبيله بجد بقى في التلاجة. دلوقتي هو بقى جبت الجمبري بعد ما قعد في التتبيله ساعه، وابتدي بقى احطه ايه في الدقيق بالشكل ده. جبت طاسه بقى كبيره قوي كده وسخنتها، وبعدين هبتدي بقى اقلي الجمبري بتاعي كده. طاسه تكون كبيره عشان تاخد الجمبري لحد الخله، مش هحط كتير عشان ما تفكش معايا. بصوا مش باجي ناحيه الجمبري خالص لحد ما يمسك نفسه عشان ما يفكش معايا الطبقه بتاعته. الجمبري المقلي خلص، حطيته برده في اطباق طويل كده. هعمل بقى دلوقتي تتبيله الجمبري مشوي الخله. بحتاج فلفل حامي اخضر واحمر، عايزين تحطوا رومي براحتكم. وعصير ليمون بقى حبه حلوين كده. شويه خل بقى حلوين برده كده، وملح برضو. الكمية بتكون حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. كمون. هضربهم بقى كده خشن، مش عايزاهم ناعمين قوي يعني، اللي هو ايه نعرف نحشي بيهم الجمبري. رهيبة، لازم تجربوها. دلوقتي بقى هبتدي احط الجمبري في الخلة. بصوا هحط الجمبري في الخلة بنفس الطريقة بالظبط اللي وريتها لكم. الجمبرية اهي بخش من بقها كده وافضل بتحرك كده جوه الجمبرية لحد ما اوصل للاخر، وبس كده اهي. ادي الجمبري شطفه كده سريعه واصفيه بقى كويس. بصوا بقى دلوقتي هبتدي احشي الجمبري بتاعي مفتوح اهو كده. هحطه برده في التلاجة. هشيل بقى بقيه التتبيله دي في التلاجة، وطبعا بتتعمل بيها طماطم متبله وبتنجان وحاجات كده تحفه يعني. اي حاجه متبله بالدقه كده تستخدموها فيها عادي. الجمبري اهو بعد ما اتبل بقى ساعه. جبت بقى جريل كده، وبعد ما لقيتها بتطلع دخان زي ما انتوا شايفين كده، هحط لها معلقه من الزيت. انزل بالجمبري
بقى الجمبري دلوقتي في اطباق الفويل. طب انا ليه حطيتها في اطباق فويل؟ لان كده كده السمك كله جاي من بره، كله هيبقى محطوط في فويل. يا جماعه بجد مش طبيعي، الريحه جباره. ده بقى بصل وفلفل حامي اخضر واحمر وجزر وطماطم وفلفل رومي وفلفل حامي، شويه كرات هحط عليهم شويه ملح وكمون. جمبري اهو هنزل عليه الخضار واقلبهم بقى مع بعض. ودلوقتي بقى هولع عليهم النار من غير ما احط لهم ميه ولا اي حاجه لحد ما هو الجمبري مع الخضار والتحبيشه دي ينزل الميه بتاعته. مش قادره اقول لكم، ده بقى فيلم تاني خالص في الجمبري. يا قلبي على الحلاوه. هولع بقى عليه النار واسيبه شويه. نفسي بجد تشموا الريحه، حاجه كده مش طبيعيه بجد والله العظيم، الريحه جباره. دلوقتي بقى ممكن ازود كوبايه ميه كده مغليه واسيبها بقى ايه 5 دقايق وتبقى خلصت معايا. ده بقى جمبري رصيته دلوقتي كده في الصينيه بتاعتي، هعمله باتر فلاي. هدخله دلوقتي الفرن، بس لازم يكون الفرن متسخن. ارش بس عليه على الوش كده ملح وكمون بس، مش هعمل اي حاجه تانية. رش برده رشه كده من زيت الزيتون، مش كبيره يعني، رشه بس. اعمل بقى صوص الباتر فلاي. حطيت قطعه كبيره كده من الزبده، يعني لازم تكون قطعه كبيره كده عشان تغطي الجمبري كله. هستناها بس تسيح الاول. بعد ما الزبده ساحت معايا كده هروح منزله بقى ايه معلقتين من الثوم المفروم. كميته انتوا حرين، عشان تقعدوا تقولي مي كميه الثوم كتيره، انتوا عايزينه اعملوه. كل واحد يحط الكميه اللي هو عايزها واللي مريحاه. انا بالنسبه لي الكميه دي هي اللي مريحاني. بعدين بقى هنزل عصير ليمون حبه حلوين كده. نزل معلقه كبيره من المستردة. احط بقى معلقه من بهارات السمك اللي احنا لسه عاملينها مع بعض. اخر حاجه بقى شويه من البقدونس. بس كده الصوص جاهز معانا. بس الجمبري ايه ياخد تشميع كده في الفرن ونروح نازلين عليه بالصوص الخطير ده. احلى صوص هتعملوه بجد للجمبري، حاجه كده خطر. بصوا بقى الجمبري بعد ما خلاص كده خد تشميع حلوه في الفرن، واخده الزبده دي بقى الجمبري بيها. مش قادره اقول لكم بقى يا جماعه، فيلم حقيقي لازم تجربوه. خطر خطر خطر. دخلته اهو الفرن تاني و10 دقايق ويكون جاهز معانا خلاص. خطير. طبعا ما ينفعش عزومه سي فود من غير ما يكون فيها شويه سلطه خضراء حلوين كده. ما بحطش عليها غير خل وملح وليمون بس، وملح شويه خل بقى وبس كده. اقلبها بقى كلها مع بعض بس كده. هسيبها بقى في التلاجة لحد العزومة. نجهز بقى شوية فاكهة كده عشان بعد السي فود بيبقى عايز شوية فاكهة ساقعين كده. برافو يا نيزو، شاطرة يا قلبي. نيجي بقى لأهم خطوة، هي لحظة تبخير البيت. تحفة، بحب كده جدا. السفرة خلاص كلها جاهزة اهي. صح عادي بس خدي. لا حسن انا عايزه اتفرج هو رامي بيعمل ايه بس كده نشوف. لا اله الا الله. ايه يا معلم؟ ايه يا معلم؟ في ايه ايه؟ شغل مزاج؟ ايه ده في ايه بجد؟ بابا بس يا رامي. ما هو بابا بس وانا بعديه. لا بابا بس. ايوه انا في واحد عايز بقولك يخدم. هي داخله على والله